ليه لازم تعمل محتوى لو انت عايز تكسب فلوس من خبرتك؟ لان الناس ما تعرفكش، الناس ما تعرفش خبرتك، وفي نفس الوقت الناس دي ما تعرفش اذا كانت ينفع تثق فيك عشان تديك فلوسها ولا لا. فالكونتنت او المحتوى هو حلقة الوصل ما بين انت مين وان الناس تطلع من جيبها فلوس وتدي لك مقابل ان انت تديها خبرتك. لما بتنشر محتوى انت مش بس بتصور مجموعة فيديوهات وبتنشرها، ولكن انت بتبين للناس الغرباء اللي هي الناس اللي ما تعرفكش اصلا ان انت عندك شيء تقدمه، عندك حلول لمشاكلها. في المقابل انت بتتنافس مع شخص بيعمل فيسبوك ادز مثلا او اعلانات مدفوعة. الشخص ده مش معروف اصلا بالنسبة للناس نهائيا، والشخص ده لازم يفضل يطارد الناس باستمرار، ان هو يبعت لهم ايميلات، يبعت لهم رسائل، او حتى يكلمهم في التليفون علشان يقنعهم ان هم يشتروا. والناس ما بتحبش النوع ده من التسويق. ولكن لو انت شخص بتعمل محتوى، فالمحتوى بتاعك بيفضل يسوق لك 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع، وممكن شخص من دولة تانية يتفرج على فيديو ليك ويشتري منك منتج معين وانت نايم.